يلا يا جماعه فين الصوت؟ رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. فين الصوت؟ يا جماعة فين الصوت؟ ردد ورايا. رقم 8 ورمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. فين الصوت؟ أنا عايز الصوت ده يزلزل. رقم 8 ورمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. فين الصوت؟ بلد وراه شايفة وسامعة. رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. يا جماعة فين الصوت؟ الناس اللي ورا دي مش سامعها. ثواني بس يا رجاله، الناس اللي ورا دي مش سامعها خالص. انتوا مش اتغديتوا ولا ايه؟ رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. أنا عايز الصوت أعلى يا شباب. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. أعلى. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. أعلى شوية آخر مرة. رقم 8 رمز الشمعة بلد وراه شايفة وسامعة. أهالي هي اللي شرفونا النهارده، بنشكركم قسما بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحمد والخير والخير. والصلاة والسلام على سيدي ومرتبي وضياء عيني سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. جئت اليوم بالليل مميزين ومميزين الحبيب مش عايزة أقول. الدكتور محمد حبيب. أنا هطلع مع هذا الدكتور من الشخصيات المحترمة جدا جدا. قدوة وعبرة هذه كاملة مؤيدين ومؤيدين تحملا شكرا جزيلا. الآن مع كلمة عريس اليوم الدكتور محمد حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقدر في المعيدين كلهم عايزين يتكلموا، لكن عشان مش وقته يعني. عشان في جنازة وشايف اخواتي كانوا عايزين يتكلموا، لكن عشان الوقت فهم هيسامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور وما جعله الله الا بشرى لكم يا دكتور ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. دي كلمه رسميه هذا يوم عمري. مش عايزة مش وقته يا أخي والله. اشوف كل المحبين من كل اقراع مركزيه ووكيل ومحمد يشرفوني النهارده. مهما اقول من كلمات لن توفيكم حقكم، فانتم وجودكم اليوم معي دين في رقبتي. قد لا استطيع ان اوفيه، لكن احاول واجتهد ما حييت من حقوى ومنشد الرضوان ومشاعر سيد احمد الخضري ابو عمرو ولاد موسى ولاد موسى. مش عايز اقول اسد عشان ما انساش حد وتاخدوا على خاطركم مني. حتى النهارده كلامي بالتهنئه لمصر ولشعب مصر ولرئيس مصر بغدا بعيد افتتاح المتحف المصري الكبير ان شاء الله. هذا العرس الذي نفخر به جميعا، الذي طبعا علامه من علامات التاريخ والحضاره العظيمه للدوله المصريه. الف مبروك لمصر ولشعب مصر ولرئيس مصر.
الحمد لله الذي جمعنا على الخير ووحد قلوبنا بالمحبة وربط بيننا بالعشرة والوفاء. نجتمع اليوم تحت راية وطن يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهر أثبت للعالم القيادة الحقيقية تقاس بالحكمة لا بالصوت العالي وبالعمل لا بالشعارات. لقد واجهت مصر بقيادته الرشيدة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، ومع ذلك ظلت مؤسسات الدولة تعمل بتكامل وانضباط يجسد دولة قوية تعرف طريقها وسط عالم مضطرب في زمن تتشابك فيه الأزمات وتشتعل الحروب من حولنا. حافظت مصر على ثروتها الوطنية وصارت واحة استقرار في منطقة تمر بالصراعات وبرؤية استراتيجية ما هو مش وقت وحكمة والله. دبلوماسية نادرة. عم عمرو اقفل. استطاع فخامة الرئيس أن يجعل من مصر صوت العقل والحكمة في الشرق الأوسط ومسارا للسلام والحلول لا للحروب والانقسامات والدمار. ويأتي الحدث الأبرز هذا العام في قمة شرم الشيخ بالسلام 2025 ليتوج هذا الدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية ومساعي إنهاء الحرب في غزة، حيث أثبتت القيادة المصرية مرة أخرى أن السلام العادل هو رسالة مصر الأبدية. أهلي وأحبتي، أبناء وأبناء دائرة الكرام في الدائرة الخامسة، أبو الدين وهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف بينكم اليوم كما وقفت بينكم منذ زمن بنفس الحلم وبنفس العهد وبقلب لا يعرف إلا حب هذه الأرض وأهلها. أقف بينكم بشباب التسعينات وحماس الألفية وبروح لا تهرب ولا تنكسر، لأن الأمل المتجدد فيكم هو الذي يمنحني القوة ويجعلني أعود إليكم كل مرة أكثر إصرارا وإيمانا. رسالتي الأولى إلى أهل الدائرة: أنتم الأصل وأنتم الهدف وأنتم الدافع لكل خطوة في هذا الطريق. ما وعدتكم به من أمس ما زال وعد اليوم، أن أكون خادما لكم وأن أكون صوتكم في كل مكان. قضايانا في الصحة والتعليم والبنية التحتية تحتاج إلى رؤية حقيقية، لا مجرد وعود. نريد مستشفى تعمل بكفاءة، ومدرسة تخرج جيلا واعيا، وقرية تشرب من ماء نقي، وطرقا آمنة تربط الناس بالحياة لا بالمشقة. نريد دعما حقيقيا للأسر الأكثر احتياجا، لا صفقات موسمية. نريد شبابا يجد فرصة تحترم قدراته لا طاقة مهدرة. نريد سياسات تحمي الفلاح المصري وترد له مكانته وكرامته، لأنه عمود هذا الوطن ومن خير يده نأكل جميعا. برسالة السلام على السادة المرشحين والناصرين: نحن لسنا خصوما بل شركاء في خدمة الناس. المنافسة الشريفة تعلن من قلب الجميع، لكن التناهل لا يخدم إلا من يريد هذه الدائرة أن تبقى متأخرة. فلنختلف بأدب ونتسابق بشرف، لأن الكرسي لا يخلد وحدا، لكن الذكرى الطيبة تبقى ما بقيت القلوب. أما رسالة الثالثة فنحن أبناء هذا الوطن نحمل في قلوبنا الإخلاص له، ونثق أن الدولة القوية تبنى بتكامل الجهود. نريد أن نكون شركاء لا متفرجين، مساهمين لا متذمرين. فالتنمية الحقيقية تبدأ من الريف، من القرى التي تحتاج عين الدولة ويدها الرحيمة. أما الرسالة الرابعة إلى الشباب:
أنتم الأمل، أنتم الامتداد، وأنتم الوقود الحقيقي لأي نهضة. لا تستهينوا بدوركم ولا تنتظروا أن يمنح لكم المستقبل، بل اصنعوه بأيديكم. أقولها لكم من القلب، لستم خلفنا بل أنتم أمامنا، ونحن نسير معكم لا قبلكم. أما رسالة الخاصة إلى مسقط رأسي، إلى أهلي في خط البحر، امتدادا من أطراف أبو البير إلى أطراف فيهيا. أنتم النبض الذي لا يخفت والذاكرة التي لا تنسى. من هنا بدأ الحلم، ومن هنا تخرج القوة التي تحملنا كل مرة نحو العمل والعطاء. كل بيت في خط البحر هو جزء من روحي، وكل يد تمتد بالدعم هي بركة من الله عز وجل. ماشي عم بجيب الناس برضه. وفي الختام إلى كل الداعمين والمحبين أقول لكم: الدعم الحقيقي ليس مجرد كلمة طيبة أو تعليق على الفيسبوك أو تصفيق في مؤتمر. الدعم الحقيقي هو الحضور يوم الانتخابات، هو التحرك من أجل المصلحة العامة، هو أن نحشد كل جهد من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا. ربع ساعة من وقتك يوم الانتخاب تساوي 5 سنوات من مستقبل الدائرة. المقعد ليس لي وحدي، المقعد لنا جميعا. فلتكن كلمتنا واحدة، ولتكن إرادتنا أقوى من أي تحدي، ولنتذكر دائما بالعلم والعمل يتجدد الأمل. أخوتي وأحبابي، قد تكون هذه نهاية كلمتي الرسمية، وأنا أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنني أريد أن أتكلم من قلبي النهارده من المشاعر لأولاد موسى، للسلطان حسن، لمشيخ رضوان، لأم الحجة، لأم غريب، لأبو زيكو، لكفر عزيبة، للزرزمون، لكل أهلي وأحبابي بدون نسيان، للحصوة. أستاذ صلاح العربي بيبص لي قوي، العرب والصاد، لخط البحر كله. اوعى حد يقول لي يا استاذ بربري، كل هي واهل هي واهل ابو كبير وقرى ابو كبير والعلامه وناس العلامه وناس السلمون وناس الزرزمون وناس الطوخي وابو سليم وناس ابو عبد الله وابو عثمان وناس ابو زيكو، كل اهل فراشه واهل كفر المهر. تاج على راسي وجودكم اليوم معايا. حاج ياسر الغابه طبعا والموالد العرموس والغابه يا عم وولاد موسى والحاج عاطف، كلكم النهارده يوم من عمر العوامره. العوامره تاج خط البحر، العوامره وعاصمه خط البحر الفعليه والتاريخيه. اهل العوامره اهل الشجاعه طول عمركم، واهل الغنميه دي بلدي. عايز اقول لكم حاجه، كل اللي احنا فيه النهارده واللي اتعمل وربنا افاض علينا بيه كان بيه مجهود كبير جدا بفضل الله عز وجل، بفضل الدولة المصرية وقيادتها اللي وفرت لنا الأساليب والأسس اللي عملنا منها كل هذه الإنجازات. مجال الغنيمية أنا بقول أهو، دي مشروعي، ده مشروعي اللي أنا يعني مش عايز أقول، بأسعد وأفتخر لما بشوف فيه. عايز أقول كلمة بتعيد سلام لكل من فارقونا، أصحاب الفضل علينا، كل من فارقونا وأصحاب الفضل علينا. الحاج عبد القادر المالكي اخوي الحبيب رحمه الله عليه، لا انسى وهو في عز الحر الساعه 2 الظهر وجاي يتكفأ في الطريق عشان محطه الصرف الصحي في الغنيميه، رحمه الله عليه. في ناس الغيره والحماس وحمل هم الناس بتكون في دمها. كان هذا الرجل قدوة كبيرة جدا في عمل الخير رحمة الله عليه، وترك لنا أبناء هم من الصلاح والتفوق والقدوة، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. هذه رسالة وجهها لكل حبيب فارقنا بدون ذكر أسماء، لأني لن أستطيع أن أنسى المهندس صلاح أبو إسماعيل من ولاد موسى، ولا المهندس عاشور اللي موجود معايا، ولا الحاج عبد الهادي. المهندس صلاح أبو إسماعيل ده من سنين، ولا المهندس محمد علي حمد، ولا الأستاذ رمضان واكد، ولا أهل في الرحمنية اللي معانا واللي فارقونا. كل الناس أهلي في الرحمنية وإخواتي وكبرائي
وقفوا معانا وقدرنا نعمل انجازات سطرها التاريخ لم تنجز في اي بقعه من بقاع الارض. لما يجي حد يسالني ليه اتعملت في الرحمنيه اقول لكم لان مقومات العمل موجوده. عندنا ارض املاك دوله واستغلناها. لو في ارض املاك دوله في اسوان ان شاء الله نقدر نعمل فيها. مش القصه خط البحر وخط الصاد، خط الصاد اخواتنا واهالينا، واللي اتعمل في الرحمنيه بيرجع على خط الصاد، واللي اتعمل في خط الصاد بيريح خط البحر. القصه كلها ان اي خير بينزل بيعم على الدايره كلها في كل البقاع. يعني السنين المدني اللي انتم شايفينه في العروق اهو على بعد امتار بيخدموا كبير وهي والقرين وفاقوس والطويله والوادي الاسديه. لا انسى رفيقي رحمه الله عليه واخي الحبيب المهندس احمد علي بسوني هنداوي، العقل المفكر والمثابر اللي كان معايا في كل خطوه، هو واهلي في الرحمنيه بدون ذكر اسماء، كلهم كانوا سبب في انجازات هذه الخيرات التي لا توجد ولم تتحقق في اي مكان مصر بهذه الكميه وهذه الكيفيه. اخرها شهر عقاري الجرموس طبعا بلد الحضاره وبلد البردي الأذان. الكلام كتير وهتوقف عن كلماتي عشان الأذان. شكرا وهنستنى المدام يخلص. شكرا. عدنا يا شيخ سعيد. خلينا قاعدين. عدنا الأذان يا جماعة. الأذان يا عدنا يا شيخ سعيد. مبنى بلا خبير. الأذان يا جماعة. هنسجل عشان الأذان بس دلوقتي. 5 دقايق يا جماعة وهنمشي 5 دقايق بالظبط.